اهلا وسهلا ومرحبا باخواتي المتتبعين اللي دائما كيتابعوني. ان شاء الله دائما تكون وصفاتي كتنال اعجابكم، وان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم هاد الوصفه ديال بسبوسه حرشه كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف بزاف بطريقه اللي جد مبسطه كيف دائما متعودين في وصفاتي كنشاركها معكم. هذا البسبوسه ما غاديش تحتاجوا فيها لا البيض ولا الحليب ولا الياغورت، مكونات ان شاء الله غادي يعني متوفرين في كل البيت، غير مكلفه، والنتيجه كما كتشوفوا معايا بسبوسه اللي كتجي اكثر من رائعه وكتجي لذيذه بزاف بزاف هشه كتذوب في الفم. ان شاء الله غادي تتبعوا معايا طريقه التحضير ديالها، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تنال اعجابكم. والى عجبتكم فضلا ما تنساونيش من التشجيع ديالكم باللايك والاشتراك في القناه وتعليق زوين اللي كنتمنى دائما ان شاء الله ما تبخلوش بالتشجيع ديالكم. وعلى بركه الله بالنسبه للمكونات عندي هنايا 500 غرام ديال السميده رقيقه مع راس ملعقه ديال الملحه. بالنسبه للسميده 500 غرام ما يعادل 4 ديال الكؤوس ديال السميده، وضفت هنا واحد ساشي ديال الفانيو اللي كتبقى النكهه حسب اختياركم، ممكن انكم تستغنيوا عليها، وكاس لاروب ديال السكر سنيده. كذلك بالنسبه للسكر ممكن تزيدوا كما ممكن انكم تنقصوا على حسب الذوق ديالكم. فغادي نضيف كاس لاروب كذلك ديال الزيت، وانا غادي نخلط هاد المكونات. غادي نبسس هاد السميده مع الزيت، كل ما كتعطيو الوقت انكم تبسسوا مزيان كل ما غادي تحصلوا على نتيجه افضل. هاد البسبوسه كما غادي تلاحظوا معايا كتجي يعني بطريقه ديال الحرشه، كذلك بطريقه التحضير ديالها، وكتجي رائعه جدا. يعني بسبوسه حرشه كي سميناها، وكتجي كما قلت لكم رائعه في المذاق ديالها. هنايا عززت المذاق ديال هاد البسبوسه بالقشره ديال الليمون او البرتقال اللي حكيناها، ضفتها ومازال كنزيد نخلط مزيان ونبسس السميده كما قلت لكم في الزيت. فراه كما قلت لكم كل ما غادي تعطيو الوقت انكم تبسسوا مزيان كل ما ان شاء الله غادي تجيكم بسبوسه هشيشه. وهنايا غادي نضيف واحد 2 ساشي ديال الخميره ديال الحلوه ما يعادل 16 غرام، 16 غرام في المجموع. غادي نخلط. ممكن تغربلوا الخميره، دائما انا كنطيح في هذا الموقف انني ما كنغربلش الخميره، مي كنصحكم انكم تغربلوا الخميره باش ما كتجيكم هكا حبيبه، يعني مقلين هكا في الخليط ديالكم. فكنزيد نخلط مزيان، وهنا كنضيف كاس ديال البرتقال، كاس كذلك ديال الماء اللي كنعمرو، هو كيبقى على حسب الخليط. كنضيف النصف وانا غادي نشوف، وهنا ممكن تزيدوا تخلطوا بيديكم او ديروا بالطراب اليدوي على حسب اختياركم. انا كنظن انني حصلت على القوام المطلوب، يعني القوام اللي ما كيجيش جاري وما كيجيش ثقيل. تقريبا كاس لاروب ديال الماء اللي خدا لينا هذا الخليط مع كاس كذلك ديال العصير ديال البرتقال. وكما كتشوفوا معايا هذا هو الخليط ديالنا. القوام ديالو غادي ناخذه مباشره للمول اللي كندهنوا بشويه ديال الزبده وكنرشوا بالسميده. ممكن ديروا يعني المول اصغر من هذا الحجم اذا بغيتوا تجيكم هكا شويه طالعه، كما ممكن ديروا ديك المقله اللي فاش كنطيبوا ديال يعني المقله الثقيله، ممكن توجدوا فيها هاد البسبوسه. انا غادي نوزع الخليط يعني بطريقه متساويه، وغادي نضرب المول شويه باش نحصلوا على الخليط ديالنا هكا متساوي في المول، ومباشره غادي ندخلوها الفران. كي طابت لينا الحرشه ديالتنا راه تقريبا واحد 25 دقيقه اللي كتاخذ لينا الطياب ديال هاد الحرشه على حسب درجه ديال الفران. هنا مباشره كي خرجناها من الفران كنسقيوها بالسيرو اللي عباره عن كاس ديال الماء والسكر مع قطع ديال البرتقال او قطع ديال الحامض. كنخليوهم حتى لدرجه الغليان، ومباشره كنخليوه حتى كيبرد. بالنسبه للسيرو كيكون بارد. وبالنسبه للبسبوسه ديالتنا كي نخرجوها من الفران كنسقيوها. سقيناها بالسيرو خليناها واحد شويه تشربات، عاد كندوزو نزينو. بالنسبه للتزيين انا هنا غادي نزينها بالمربى، كندهن بالمربى، وغادي نزيد نزينها بالكوك. نتوما على حسب اختياركم، بغيتي ديروا الكاوكاو محمر مهماش، كيما ممكن ديروا اي حاجه اللي بغيتوا انكم تزينوا بها هاد البسبوسه
كيبقى التزيين على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. انا هنايا تزيين بسيط ديال الكوك مع المربى. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالتنا. غادي نخليوها حتى كتبرد وان شاء الله غادي ندوز باش غادي نقطع لكم تشوفوا معايا كي كتجينا من داخل. صدقوني واحد البسبوسه اللي كتجي رائعه، وكما تبعتوا معايا الطريقه التحضير ديالها ما كاين ما اسهل منها. من بين وصفات اللي كيتحضروا بكل سهوله، سريعين التحضير وكذلك غير مكلفين، فقط بهاد المكونات اللي ان شاء الله كما تبعتوا معايا وطريقه اللي جد مبسطه. ان شاء الله راه غادي تحضروها وغادي تنال اعجابكم. بسبوسه اللي كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف بزاف. انا غنقطع لكم تشوفوا كما كتشوفوا معايا، غنقطع لكم تشوفوا يعني كي كتجينا من داخل. وكما قلت لكم بغيتوا تحضروها في المول اصغر حجما راه ممكن كذلك ديروها في المقلاة الوجديه اللي كتكون خاصه هكا بالخبز. فانتم على حسب اختياركم، الا كنتوا باغيين انكم تجيكم طالعه شويه ديروا اصغر حجما، يعني ديروا مول اصغر حجما من هذا المول. بغيتوا تجيكم بهذا القدر او بهذا الحجم نتوما على حسب اختياركم غادي ديروها في هذا المول. وبالنسبه للقياس ديال هذا المول غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. فهنايا كما كتشوفوا معايا هاد البسبوسه ديالتنا راه صدقوني كتجي واحد البسبوسه ما تشبعوش منها، خفيفه وكتجي هشيشه كذلك، حتى في المذاق ديالها كتجي لذيذه بزاف بزاف. فان شاء الله تحضروها وان شاء الله تنال اعجابكم. وكنتمنى اخواتي جيتكم بخير. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش علينا بالتشجيعات ديالكم، ما فيها باس انكم ديروا لي لايك تشجيعا وتحفيزا على انني نزيد نعطيكم اكثر ونشارك معكم جميع الوصفات اللي كنحضرهم. فبزاف من الوصفات اللي كنحضرهم واللي قله التشجيع وقله التفاعل كنعجز على انني نشاركها معكم. فكنتمنى مزيد من التفاعل ديالكم ومزيد من التشجيعات ديالكم. دائما كنرحب بجميع التساؤلات ديالكم، انتقاداتكم كذلك، شنو كتبغيو انني نشاركو معكم. فكل هذا هو المزيد من التساؤل ديالكم وجميع الطلبيات ديالكم ممكن تخليوها لي في تعليقاتكم تحت الفيديو، او يعني ممكن تواصلوا معايا في احدى الروابط اللي دائما كنخليها لكم في صندوق الوصف. كنشكر جميع الاخوات اللي دائما كيتواصلوا معايا، والاخوات اللي دائما يعني كيشجعوني ودائما يعني ما كينساونيش من لايك وكذلك تعليقاتهم المحفزه. كنشكركم جزيل الشكر اخواتي، وان شاء الله دائما كنتمنى وكنسعى انني ان شاء الله نحظى بالمزيد من التفاعل ديالكم، مزيد من التشجيع ديالكم. كما كتشوفوا معايا البسبوسه ديالتنا راني قسمتها، وكما كتشوفوا معايا راه كتجي هشيشه، كتجي بواحد المذاق كذلك رائع ما تشبهوش منها، كتذوب في الفم. ان شاء الله تحضروها وان شاء الله تنال اعجابكم. والى ان نلقاكم فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.